بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مملكة النادي الأهلي. فيديو جديد على قناة مملكة النادي الأهلي. معنا كم خبر لسه نازلين على بعض المواقع من شوية. طبعا أهم الأخبار ديت مارتن لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت في الجولة 17 من الدوري الممتاز القمة 117. طبعا القائمة ضمت كل من في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. بالنسبة لخط الدفاع سعد سمير وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وأحمد فتحي. في خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور. خط الوسط المهاجم ناصر ماهر، رمضان صبحي، جونر أجاييه، حسين الشحات، صالح جمعة، محمود وحيد، جرالدو، باسم علي، محمد شريف. بالنسبة للهجوم مروان محسن، وليد أزارو، وصلاح محسن. أما بالنسبة للمستبعدين من لقاء الأهلي فاستبعد مارتن لاسارتي كل من شريف إكرامي، هشام محمد محمود، أحمد الشيخ، وحمدي فتحي، وليد سليمان، وعمرو جمال للإصابة. أما بالنسبة لأحمد علاء وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد حمودي تم استبعادهم لوجهة نظر فنية من مارتن لاسارتي، وكريم نيدفيد تم استبعاده بسبب الإيقاف. في خبر بعد كده الأمن يحرج نادي الزمالك قبل لقاء القمة ويحدد عدد جماهير موقعة السبت. شهد الاجتماع الأمني لمباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك والذي عقد بالإسكندرية التمسك بحضور 30 فرد بواقع 15 لكل فريق، وسيتم دخول ال 30 فرد مع طاقم الحكام من بوابة رقم 1 باستاد برج العرب بالإسكندرية. يعني معنى كده ان اللي هيحضر من المشجعين 15 مشجع لكل فريق. استقبال طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك. حكم مباراة القمة الطاقم بتاعهم إن شاء الله هيوصل النهاردة حسام الجوهري مندوب العلاقات العامة بلجنة الحكام للاتحاد المصري لكرة القدم توجه لمطار القاهرة لاستقبال طاقم حكام مباراة القمة، ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن أسماء طاقم الحكام اليوم فور وصولهم إلى فندق الإقامة في وقت متأخر من الليل. الأهلي يستعين بمحكمة بريطانية للحصول على مستحقات رمضان صبحي. كشف حلمي عبد الرزاق المستشار القانوني للنادي الأهلي أن إدارة النادي الأهلي لجأت مؤخرا إلى أحد المحاكم البريطانية من استصدار أمر قضائي يلزم نادي ستوك سيتي بدفع 2.5 مليون يورو باقي صفقة رمضان صبحي. دي كانت أهم الأخبار التي تم رفعها على المواقع الإلكترونية، وطبعا كان من أهمها اللي هو قائمة النادي الأهلي. وطبعا النادي الاهلي بكره ان شاء الله هيعمل معسكر في الاسكندريه علشان مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. بس طبعا انا عندي كلمتين صغيرين جدا جدا بالنسبه للمشجعين. انا قلتها قبل كده يا اخوانا، مفيش مشاكل انك تشجع كره القدم، ولكن مش على حساب ان هي تضر صحتك، لان انا اعرف ناس كتير وقلتها قبل كده بيشجعهم كره القدم بشكل جنوني، بيتعب نفسيا وبيزعل لما الفريق بينهزم. مفيش مشاكل انك تزعل عادي بس زعل بسيط جدا جدا، عشان نبقى واقعيين. الكره ولا هتوكلك ولا هتشربك، تمام؟ في ناس قبل كده توفت بسبب زعل على ماتش كوره ملوش ريحه اللازمه. يا ريت يا اخوانا يوصل تفكيرنا في النهايه ان كره القدم ما هي الا مجرد ترفيه فقط لا غير. استخدمها كترفيه، انت بترفع عن نفسك. حب الفريق انت بتحبه، شجعه زي ما انت عايز، ولكن عادي ما ينهزم، ما فيش مشاكل. كمثال الدوري الانجليزي وكمثال نادي ليفربول اللي فيه كابتن محمد صلاح، بنشوف حتى لما الفريق بينهزم في ماتش او اتنين الجماهير بترجع عادي، ما فيش اي مشاكل. الفريق طبعا مش هيفضل يفوز طول العمر، ما فيش فريق بيفضل طول عمره بيحصد بطولات، لازم يكون فيه هبوط في المستوى وبعد كده ارتفاع في المستوى. ان شاء الله اي صفقات هتنزل جديده ان شاء الله هنبدا نتكلم عليها ونعلن عنها ان شاء الله من خلال القناه. طبعا انا لسه اول مره اتبع النظام اللي هو الفيديو بالشكل ده، فيا رب يعجب حضراتكم. اشوف رايكم وتوقعاتكم لمباراه الاهلي والزمالك في التعليقات اسفل الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو اول مره بتشوف قناه مملكه النادي الاهلي، ويا ريت تعمل لايك للفيديو علشان نشره بقدر الامكان. انا بشكركم جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله مع فيديوهات قادمه على قناه مملكه النادي الاهلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.